طب افرض بيراميدز ما جاتش الماتش الاخير. قلت له ما جاتش الماتش الاخير ايه؟ بتاع ايه؟ قال لي بتاع سيراميكا، مش عارف سيراميكا ولا البنك، سيراميكا تقريبا في الدوري. هيتوقع عليه عقوبه؟ قلت له طبعا. قال لي عقوبتها ايه؟ قلت له 6 نقط هيتخصموا منه، 3 الماتش و3. فبص لي يعني عاوز يقول لي انتوا ازاي كلتوا الموضوع بمكيالين مختلفين مثلا؟ انت عايز اقول لحضرتك كده كده، عاوز يقول لي انت ظالم. يعني ازاي انت بتتكلم دلوقتي بتقول لي النادي الاهلي ايوه 3 نقط بس، وازاي بتقول ايوه؟ فانا قلت له مبرراتي. طب مبرراتي ما اتقالتش، ماليش دعوه بقى. بس انا قلت له النهارده الزمالك لما اتخصم 6 نقاط منه يا كابتن عمر، قعدنا 4 ايام محايلات على نادي الزمالك عشان يلعب الماتش. طب انتوا بتقولوا ثروت يعني تجاوز، يعتذر يعني كل ما ممكن يتعمل عشان الزمالك يلعب اتعمل، والزمالك ما لعبش. فبالتالي لا، موضوع بقى ايه يعني مقصود. النادي الاهلي صحيوا من النوم برضه، مش مجامله، مش بجامله النادي الاهلي، بس انا بقول لك حقيقه ربنا يعني. لا، بقول لك انت ماتشك مع الزمالك يوم الثلاث. طب في خطا في الرابطه؟ انا اللي بقول لك اهو خطا. وانا قلت للرابطه، قلت لهم اللي عمله مدير المسابقات غلط. ماتش الاهلي والزمالك يا كابتن عمر لازم كنا بنعمل محضر تنسيقي في ماتش الاهلي والزمالك، يعني بعيدا بقى عن ايه، عن قيمه الماتش. لا الاهلي والزمالك نتيجته مش هتفرق، لا، ايا كان لو ماتش الاهلي والزمالك في اول اسبوع ليه محضر تنسيقي، الجهات الامنيه بتبقى موجوده، ممثل الاهلي، ممثل الزمالك، ممثل اتحاد الكوره، الدخول الساعه كام، الماتش. انا اجي النهارده تقول لي الماتش يوم الثلاث وانا ما عنديش اي تنسيق ولا مع الامن ولا مع اي حاجه في الوضع. فالنادي الاهلي ما قالكش مش هلعب، ما جاش قال لك مش لاعب الماتش، قال لك انت حددت لي الثلاث، هات لي حكام اجانب وانا العب. فبالتالي ما بتيجي مبرر الكلام ده